السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. أهلا بيك يا طالب أولى إعدادي ترم أول 2027. إن شاء الله النهاردة طالعين نشرح آخر جرامر يونت 6. بيتكلم عن must و mustn't، بيراجع شوية عن شوية تنسس لشوية أزمنة يعني. فالجرامر سهل وبسيط، وكالعادة نبسط المعلومة ونعرف ازاي نحل في سؤال الريرايت. تمام، يلا بينا. وما تنساش عشان عايز أقول لك خبر كده آخر الفيديو هقول لك عليه. يلا ان شاء الله ان شاء الله النهارده بنتكلم عن كلمه اسمها must. كالعاده مين mustn't و must موديل فيربس بمعنى يجب ان. طب mustn't يجب الا، يعني دي اثبات ودي نفي. must اثبات و mustn't نفي. دي اول حاجه. يبقى must معناها ايه؟ يجب ان. يجب ان. طب mustn't يجب الا. طيب مين must ومين mustn't؟ must و mustn't دول أفعال ناقصة، يعني موديل فيربس. مين must و mustn't؟ دي أفعال من الموديل فيربس. يعني إيه الموديل فيربس؟ أفعال الناقصة. الله ينور عليك. زي كان وكانت. أيوه الله ينور عليك. دول إخوات التانيين. طيب must و must، أنا قلت لك إن هم منين؟ من الموديل فيربس، يعني إيه؟ الأفعال الناقصة. طيب يبقى انا كده عرفت مين must و mustn't، وعرفت دول مين وتبع اهني افعال. طيب في الكتاب مديك التكوين بتاع must و mustn't، ومديك النفي، ومديك الكويستشن برضه السؤال. فهناخد واحده واحده ونحل. بعد ما عرفت مين must و mustn't هم افعال تبع، وهم تبع افعال ايه، هناخد استخدامهم. تستخدم امتى must و mustn't؟ must تعبر عن الضروره لفعل شيء ما. تاني must بس mustn't لها استخدام تاني. must تعبر عن الضرورة لفعل شيء ما. ايه بالنسبة لماست؟ طب mustn't تعبر عن شيء غير مسموح اللي انت تعمله. تاني must تعبر عن الضرورة اللي انت تفعل الشيء. طب mustn't غير مسموح اللي انت ايه تعمله. must تعبر عن شيء من الضروري اللي انت لازم تفعله. طب mustn't شيء غير مسموح اللي انت تعمله. تمام. طيب هنفهم من الأمثلة. أول مثال بيقول لي you must arrive on time. طيب التركيب لازم نبدأ الجملة بتاعتي، لازم تبدأ بالفعل. وماست ده must، بعد must لازم يجي بعدها الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ يعني الفعل في المصدر. الله ينور عليك. يعني must arrives ولا must arrive؟ لا must arrive. طيب must watch ولا must watches؟ لا must watch. يعني الفعل في المصدر. must بيجي بعدها to؟ ابدا. must بيجي بعدها to؟ لا بيجي بعدها مصدر بدون to، يعني الانفينيتيف. you must arrive، هل في اس؟ لا، يبقى هنا arrive بس مالتي لوحده فعل في المصدر. you must arrive on time، يجب عليك ان انت تصل في ميعاد. انت من الضروري لازم انت تصل فين؟ في الميعاد. واضح من الجمله ان الراجل ده يعني اللي حد بينصحه شغال في شركه فورمال، يعني شركه بمواعيد وبصمه وهكذا. بيقول لك لازم يجب عليك ان انت تصل فين؟ في الميعاد. you must park here. طيب you must park here، انت يجب عليك او من الضروري ان انت لازم تركن هنا. انت مثلا دخلت الهيلتون مثلا عايز تركن بره، لا الركن بره ممنوع، الركن فين؟ جوه. هو بيقول لك you must park here، هتركن هنا، يجب عليك ان انت تركن هنا. تمام. طيب عكسها بقى you mustn't park here، انت مش هتركن هنا، غير مسموح ان انت ايه تركن هنا لو حطيت must. طيب نفس الكلام you must بيجي بعد ايه؟ اهو الانفينيتيف، الفعل في المصدر. mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر اللي هو الانفينيتيف. بيجي بعدها to؟ لا بيجي بعدها الانفينيتيف بس. you mustn't talk in the library، انت غير مسموح ان انت تتكلم في المكتب، غير مسموح. طب لو اتكلمت بره غير مسموح. قوانين يا باشا، قوانين. ما تتكلمش في القواعد عامه، انت تتكلم في المكتبه ممنوع ومنع بتك. طب لو اتكلمت تطرد بره. you mustn't climb the pyramids. you mustn't climb the pyramids، انت يجب عليك الا تتسلق ايه؟ الاهرامات. انت لا يجب عليك، ممنوع ان انت تتسلق ايه؟ الاهرامات، تقع تموت لا قدر الله.
تمام. يبقى الفرق بين must و must تعبر عن ايه؟ عن حدث من الضروري اللي انت تفعله، من الضروري اللي انت تفعله. طب mustn't شيء غير مسموح اللي انت ايه تفعله. طيب كده خدت must و mustn't. ناخد بقى الكويشن اهو. انا قلت لك فاعل must زائد الانفينيتيف. لما خدنا في الكورس التأسيسي اللي انا لسه منزله من يومين، قلت لك لما يكون في must اي فعل ناقص الموديل فيربس، لما اجي اعمل السؤال بيطلع هو يكون السؤال بنفسه. ليه؟ عشان قاعدة الافعال الناقصه هي افعال ناقصه بس بتبني نفسها بنفسها. تبني نفسها بنفسها ازاي؟ في السؤال والنفي. طب ده سؤال، فاطلع must تبقى الفعل المساعد اللي انا هكون بيه في سؤال بفعل مساعد. طب must دي معناها ايه؟ يجب ان؟ لا، معناها هل. وبعد كده احط السبجكت وبعد كده احط الانفينيتيف واكمل السؤال بتاعي عادي. طيب هنا وات السؤال بقى ده، احط الاداه بعد كده الفعل المساعد. الفعل المساعد اللي هو مين؟ must او mustn't. بعد كده احط الفاعل وبعد كده احط الانفينيتيف واكمل الجمله بتاعتي. تمام. كده اكون خلصت لك must و must. اول حاجه must معناه ايه؟ تاني حاجه دول تبع افعال ايه؟ تالت حاجه بيستخدموا في ايه؟ رتب افكارك زي ما بنعمل في كل فيديو. نخش بقى على بارت 2، بيراجع لك على شويه تنسز اللي هي الازمنه. اول حاجه بيراجع لك اول حاجه على زمن البريزنت سيمبل والباست سيمبل والبريزنت كونتينوس. بيراجع لك حته في ظروف التكرار، ان ظرف التكرار بيجي بعد الفعل المساعد، بيجي قبل الفعل المساعد، وفيرب تو بي بيجي بعده ظرف تكرار. طب مين اللي كان الراجل؟ فيرب تو بي ولا كان المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي؟ لا، ده كان فيرب تو بي. ليه؟ عشان فيرب تو بي او فيرب تو بي از ده تبع بي. ايه اللي جه بعده؟ ظرف تكرار. مين اللي جه الاول؟ بي، يبقى ده الراجل وبعد كده ده جه بعده. طيب هنا لا، ده الفعل غير بي اللي هو الفعل الاساسي جه بعد ظرف التكرار. ما هو ده ظرف التكرار always ويجوالي واوفن ونيفر وريرلي والحاجات دي. تمام. she always plays tennis. ده بيراجع لي على زمن البريزنت سمبل. فاعل جمع، فعل بدون اضافات، فاعل مفرد، فعل مضاف له اس اي اس اي اس. افتكر ده شي، ده فاعل مفرد ولا جمع؟ مفرد، بياخد اس اي اس اي اس. ده ظرف تكرار ماليش دعوه. هنا بلاي ولا بليس؟ بليس. ليه؟ عشان ده فاعل من الجمله بتاعتي. he is usually late. هنا بقى بيقارن لي بين ظرف التكرار. دي ظرف تكرار اهو اللي انا عامل عليه دايره، ظرف التكرار. فين الجمله اللي فيها فيرب تو بي؟ اهي. ظرف تكرار جه بعد ولا قبل؟ ايوه جه بعد. يبقى فيرب تو بي ده اللي جه في الاول في الجمله، يبقى ده الراجل. هنا بقى مين اللي جه الاول؟ ظرف التكرار. وبعد كده مين جه بعده؟ فيرب، اي فيرب غير بي، يبقى ده مش راجل. لو حد سمع الفيديو بتاع ظرف التكرار، ظروف التكرار، هيعرف الكلام اللي احنا بنقوله عليه. طيب we went، ده زمن الباست سمبل. ليه؟ عشان في كلمة yesterday في الجملة. am coming now. I am coming now. am و is و are زائد الفيرب زائد ايه؟ ing. ده زمن ايه؟ بيتكون من am و is و are والفيرب زائد ing. I'm coming now. We are visiting the pyramids next week. are visiting اهو. we بتاخد مين؟ are والفيرب مضاف له ing. the pyramids next week. تمام؟ يبقى انت كده خدت النهارده في الفيديو ده must و must. خدت ريفيجن سريع عن التنسز اللي موجوده في اخر الكتاب. كده بفضل الله نكون خلصنا شرح المنهج جرامر. بس جرامر الكلمات زي ما انتم شايفين انا بشرح على البورد. ربنا يسهل لي ان شاء الله. ولما لو رحت على شاشه سمارت، انا قلت كده السنه اللي فاتت وما وفيتش بوعدي. ليه؟ عشان ما صورتش على شاشه سمارت. لو كنت صورت على شاشه سمارت كنت رجعت لك على الكلمات. بس زي ما انت شايف احنا بنشرح على قد ما نقدر الجرامر حتى على البورد بنحضره وبنسهل لك الامور. ان شاء الله هنحاول ننزل لك مراجعات الشهور. تمام، اللي هي 3 مراجعات ان شاء الله هنحاول هنصورها لك على شاشه سمارت ان شاء الله. ولو عوزت اي حاجه اكتب لي في الكومنتس وانا ارد عليك في اسرع وقت. تمام. كده بنكون خلصنا جرامر المنهج. ولو حد عايز اي سؤال في اي حاجه في المنهج انا تحت امركم في اي وقت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.